الاكتئاب في منه انواع، اللي هو الاكتئاب البسيط والمتوسط والشديد. الاكتئاب الشديد ده بيوصل لمرحله الانتحار، بيبقى كاره الدنيا بالذات في الامهات، وحاسه ان هي عانت جامد جدا، فبالتالي ولادها مش عاوزهم يعانوا نفس المعاناه، فبتقرر ان هي تقتل عيالها عشان ما يواجهوش نفس المصير المأساوي اللي هي شافته، فتقتل عيالها ثم تقتل نفسها بعد كده. ده بيبقى اسمه ماس سوسايد، يعني يعتبر انتحار كلي او جماعي، بتقتل عيالها وتقتل نفسها بعدها. ده بالنسبه للامهات اللي عندهم اكتئاب. لكن الاب وكلام من ده، لو في اب عنده فصام او اب عنده مثلا موضوع الادمان، ده حاجه تانية خالص، ممكن يقتل برضه. دكتور محمد، اهلا بيك معانا في بودكاست في العيادة. اهلا وسهلا. انا بعتز بمعرفة حضرتك واللقاءات اللي احنا بنصورها، يعني ده شرف لي. دي اكتر حلقة تعبتنا عشان نعملها. دي اسرع حلقة جيت فيها. فعلا انا عارف. ربنا يبارك فيك. انا حابب اعرفك انا النهارده دكتور محمد الباهي، استشاري امراض المخ والاعصاب والطب النفسي بجامعة المنوفية، كلية طب جامعة المنوفية، وعضو الجمعية المصرية للامراض المخ والاعصاب والطب النفسي، وعضو الجمعية الاوروبية لامراض الصحة النفسية. اهلا بحضرتك معانا. الله يبارك فيك. لو هنخش في الحته النفسيه، انا عايز اعرف نسبه الامراض النفسيه في مصر كام في المية، وتحديدا الاكتئاب لانه هو مرض عصري يعني. تمام، السؤال ده مهم جدا. اولا الامراض النفسيه نسبتها عاليه جدا على مستوى العالم، حوالي من 25 ل 30%. يعني احنا لو حسبناها في مصر حوالي، لو التعداد بتاعنا 110 مليون، يعني احنا نقول 25 ل 30 مليون على الاقل مريض نفسي، نسبه كبيره جدا. اتعملت احصائيه في مصر لقوا النسبه حوالي 28%، يعني نسبه كبيره جدا. 28%. تمام، يعني نعدي 28 مليون مريض نفسي، ربع الشعب او اكتر. نسبه عاليه جدا فعلا. ثانيا الاكتئاب طبعا موجود بنسبه عاليه اللي هي 4 ل 6%. دول اللي بيروحوا للدكاتره وبيشخصوا، ده غير اللي قاعدين في بيتهم ورافضين. احنا عندنا فوق ال 28% مش متشخص اصلا. في نسبه كبيره مش معمول بيه حصر. 28% الامراض النفسيه كلها، لكن الاكتئاب واخد من 4 ل 6%. يعني احنا عندنا كل واحد زعلان شويه ممكن نقول عليه مكتئب. لا، السؤال ده مهم جدا، لان في فرق قوي بين الحزين او الزعلان وبين المكتئب. بمعنى ايه؟ ان الحزن ده عباره عن الرد الفعل الطبيعي لاي موقف. انا زعلت، خسرت فلوس، حصل لي مشكله، لا قدر الله طلق مراته، ممكن يزعل، ممكن يحزن، فده رد فعل طبيعي للمواقف اللي احنا بنعيشها. لازم كل واحد يزعل يحزن شويه، بس لا ترقى لمستوى الاكتئاب. الاكتئاب تشخيص مرضي لازم يقعد اسبوعين حزين كئيب رافض حاجات كتير، ما بينامش، ما بياكلش، حصل بعد كده امبيرمنت في السوشيال والاوكيبيشنال، يعني علاقته باهله واسرته بقت مش كويسه، ابتدى ما يروحش شغل، يعني كده انا شخصت في اسبوعين اكتئاب، ده مرضي. لكن الحزن رد فعل لاي موقف بنتعرض له. ممتاز جدا. يعني احنا كده عندنا علامات واضحه ان احنا نفهم بيها الشخص قدامنا ده مكتئب ولا هو زعلان او حزين. طيب احنا في راي حضرتك ليه في نسبه، يعني حتى حضرتك بتقول ان في نسبه مش متشخصه اصلا وبره، ليه في ناس ما بتروحش للدكتور اصلا بمرض الاكتئاب؟ احنا عندنا حته مهمه جدا هنا، حوالي 70% من المكتئبين بيجوا باعراض جسديه. اعراض جسديه يعني اوجاع في جسمه، يعني تلاقي واحده ايديها وجعها، رقبتها وجعها، ظهرها وجعها، وده كله ملوش شق عضوي، ولكن بيبقى ناتج عن ان هو اكتئاب وادي لاعراض جسديه. يعني 70% بيروحوا لدكتور الباطنه، دكتور العظام، موهومين ان عندهم امراض عضويه، ولكن اصله ده اللي هو الماسك ديبريشن، اللي هو الاكتئاب المقنع. اكتئاب مش باكتئاب، اكتئاب باوجاع. ثانيا في عندنا مشكله حتى الان اللي هي الاستجما بتاع المرض النفسي. استجما يعني الناس رافضه الطبيب النفسي، يعني يروح يكشف في كل حته الا الطبيب النفسي. عيب. يعني هو بقى في اويرنس عن الاول، والناس بقى عندها وعي وادراك كويس، بس حتى الان في ناس تيجي تقول لك لا انا مش هكتب اسمي، انا اكتب اسم تاني، الناس عارفيني. لو حد دخل سال انا مثلا بنت فلان او ابن فلان، حتى الان استجما اللي هي وصمه المرض النفسي، ان الناس بتخاف من الطبيب النفسي او المرض النفسي. طب حلو، انا ممكن اسال حضرتك برضو حاجه؟ يعني لو انا حد عندي مرض نفسي او اكتئاب وانا عندي تخوف من النقطه دي، ازاي العياده بتامني ان هي تحافظ خصوصيه او السريه بتاعتي؟ هو في سريه تامه للعيان كله، حتى العيان اللي مش عاوز يكتب اسمه اقول له ان ما يهمنيش غير القصه بتاعتك. عظيم. اولا في حاجه اسمها السريه المهنيه. ثاني حاجه ان العيان بيقول الهيستوري بتاعه بدون اي تفاصيل لاي حاجه، وده بيبقى بينه وبين الطبيب، ما بقاش فيه اي دواخل في النص. ثانيا هو بيحكي كل الاجزاء اللي هو عاوز يحكيها، بعد كده بنحوله للثيرابيست اللي هو المعالج النفسي. المعالج النفسي اللي هو بيقوم معاه بالجلسات النفسيه، ويبتدي بقى يحور معاه، شوف ايه السلوكيات اللي تمت، بيعمل له حاجه اسمها CBT اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، وبيقعد معاه قعدات طويله شويه. لكن احنا تشخيصنا بيبقى الجزء بتاعنا تشخيصي وعلاجي دوائي. خلينا نفك برضو الحته اللي فيها سوء مفهوم عند بعض الناس، الفرق بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي. تمام، مهم. الطبيب النفسي ده بيبقى طبيب يعني معاه خريج كليه الطب،
ثم خد ماجستير او دكتوراه في الطب النفسي، ده بيكون معالج بيشخص الحاله كلينيكيا حسب الدي اس ام 5، حسب اللي هو التشخيص العالمي اللي موجود عندنا. بعد كده بيبتدي خطه علاجيه واتيفر بقى 3 شهور 6 شهور سنه، وبيتابع العيان. بيحتاج في النص علاج سلوكي معرفي، وده بيبقى مهم جدا ومساعد للعلاج. يعني العلاج مش كله دوائي، يعني الحالات البسيطه والمتوسطه ممكن تعمل جلسات نفسيه بس، اللي هي اسمها العلاج السلوكي المعرفي او السلوكي الجدلي CBT او DBT. ده بيتم عن طريق الاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي هو ما يقوم بقياسات النفسيه وعمل الجلسات النفسيه. دورهم بيكملوا بعض؟ مهمين جدا الاثنين حاجه واحده، بس لازم يكملوا بعض. طب احنا بنسمع عن حوادث بقى صعبه قوي بسبب الامراض النفسيه، يعني هل ممكن فعلا واحده ممكن تفكر تقتل عيالها بسبب مثلا مرض نفسي؟ الاب اللي بيموت كل اسرته بسبب مثلا مرض نفسي او حاجه زي كده، ده فعلا يعني ممكن المرض النفسي يؤدي للعواقب دي؟ مهم. الموضوع ده فعلا موجود، حتى ابتدينا نشوف بعض الحوادث كده في مصر، بقت حوادث مروعه جدا. الاكتئاب في منه انواع، اللي هو الاكتئاب البسيط والمتوسط والشديد. الاكتئاب الشديد ده بيوصل لمرحله الانتحار، بيكره الدنيا بالذات في الامهات، وحاسه ان هي عانت جامد جدا، فبالتالي ولادها مش عاوزهم يعانوا نفس المعاناه، فبتقرر ان هي تقتل عيالها عشان ما يواجهوش نفس المصير المأساوي اللي هي شافته، فتقتل عيالها ثم تقتل نفسها بعد كده. ده بيبقى اسمه ماس سوسايد، يعني يعتبر انتحار كلي او جماعي، بتقتل عيالها وتقتل نفسها بعدها. ده بالنسبه للامهات اللي عندهم اكتئاب. لكن الاب وكلام من ده، لو في اب عنده فصام او اب عنده مثلا موضوع الادمان، ده حاجه تانية خالص، ممكن يقتل برضه. لكن الام اللي بتقتل ولادها دي دايما بتبقى مكتئبه اكتئاب شديد، او عندها برضه فصام، بيجي لها ضلالات ان العيال دي ممكن يأذوها وممكن يضروها وممكن فبتبتدي هي تضرهم او تأذيهم او تقتلهم. بس الام بقى اللي بتقول لهم انا هطفش ومحدش يعرف طريقي وكلام من ده، دي بيبقى زعلانه، مش عندها اكتئاب. الامهات المصريين ده الحزن مش طب حضرتك بيجي لك اطفال العياده؟ نسبه المرض النفسي في الاطفال كبيره جدا. طب الامراض اللي بتبقى موجوده عندهم بتبقى كتير قوي، بنشوف حالات اكتئاب، حالات قلق وتوتر في الاطفال، حالات فوبيا. طب ايه اسباب الاكتئاب عند الطفل؟ يعني برضه دي حاجه عايزين نفهم بيها الاب والام. طيب هنكمل الامراض الاول. احنا قلنا بنشوف قلق، توتر، فوبيا، مخاوف، وسواس قهري في الاطفال من 6 سنين. بنشوف تبول لا ارادي كتير، فرط حركه، تشتت انتباه، صعوبات تحصيل دراسي، صعوبات تعلم. احنا قلنا تبول لا ارادي، حالات توحد. نسبه كبيره جدا من الامراض النفسيه موجوده في الاطفال. الاسباب كتير. الاسباب دايما في الطب النفسي بايو سايكو سوشيال، يعني الجزء الجيني موجود، الاسترس والضغوط اللي موجوده، يعني مثلا مشاكل بين الاب والام، التربيه اللي موجوده، في اهمال زايد، في اهتمام بزياده، دي كلها تعتبر ضغوط تؤدي الى المرض النفسي في الاطفال. بالاضافه الى السوشيال ميديا، مسكه الموبايل والتاب واللاب، الحاجات دي دخلتهم طبعا في حاجات بعيده عن الواقع، ابتدى يحصل لهم نوبات اكتئاب. فده من الاسباب القويه الموجوده في الاطفال تؤدي للاكتئاب. طب احنا عايزين نامن اطفالنا من حته الاكتئاب دي، يعني احافظ على الطفل ازاي؟ نصيحه للاب والام. هو من اهم النصائح هنا للاب والام ان هم يهتموا بالاولاد اهتمام قوي جدا. دايما الاوفر بروتكشن بيبقى مشكله. الاوفر بروتكشن هو الحمايه الزائده، ما تخرجش، ما تعملش. الحمايه الزائده دي ممكن تؤدي لاكتئاب، بتقعد تأيد الوقت وتخنقه جامد جدا. تاني حاجه لازم ندي وقت للاولاد، لازم نسمح لهم بوقت، لازم عندهم وقت نقعد معاهم ونكلمهم ونهتم بيهم ونضحك معاهم ونحضنهم. الحته دي مهمه قوي، ان انا اجيب فلوس واجيب لهم لعب، يعني الجزء المادي اقل الاهتمام ان انا احضن ابني واقرب له واسمع منه، لازم نسمع منهم جدا. تالت حاجه لازم نتجنب المقارنه، يعني مش ابن عمك عمل ايه وابن خالتك عمل ايه، دي حاجه معروفه عندنا. وفلان بيسمع الكلام وانت كارثه. ان انا ابتدي اقلل من الواد واحطه فيه واقارنه بناس تانية ان هم افضل منه في الدراسه وفي الادب لا غلط ان انا اقارن. يعني الاهتمام ازاي زي ما قلنا، التربيه، تعليم الصلاه، تعليم القرب من ربنا، تعليم انه لو في مشكله ربنا اللي بيحلها لنا، كل ده من العوامل المهمه. ان انا ابعده برضه عن السوشيال ميديا، لازم ابعده عن الموبايل، عن التاب. الاولاد ادمنوا الحاجات دي. هو السن اصلا لا ممكن اسمح له بيه حاجه زي كده؟ ممكن يكون هو احنا اقل من 6 سنين المفروض ما بنسمحش. مفيش سكرينز اصلا. يعني حسب منظمه الصحه الامريكيه كانت عامله سكيلز كده، يعني اقل من 3 سنين، من 3 ل 6، من 6 ل 12 مفيش خالص. المفروض فوق 6 سنين نص ساعه، ساعه، بعد 12 سنه بنسمح بساعه، ساعتين. احنا للاسف عندنا كارثه، احنا ما عندناش ده خالص. خالص. ادمان. العيال بيخشوا مع امهاتهم ماسكين اللاب ولا الموبايل في ايديهم، والله ما بيوصلوا، وقاعدين ماسكينه ال 24 ساعه ما بيتحركوش بيه. قال له خدي بالك ابنك مدمن الموبايل، قالت له فعلا. فده بيؤدي الى نقص الانتباه، نقص التركيز، تشتت انتباه، بيأثر على النوم، بيعمل نوع من انواع الاجريشن، لان طول ما قاعدين بيلعبوا العاب فيها قوه وعنف، فبيبقى عندهم عنف قوي جدا. طيب انا عارف ان الكارير بتاع حضرتك طويل،
بس اكيد في حالات صعبه كتير، منهم حالات ما بتتنسيش ابدا. انا عارف ممكن يكون في حالات صعبه، بس احنا عايزين نلاقي حاجه نقدر نقولها. انا بسمع حكاوي من حضرتك ومن دكتور احمد عزام والناس السايكاتريست عندهم حاجات صعبه فعلا، بس ايه الحاله اللي الدكتور محمد باهي ما بينساهاش؟ في حالتين مهمين جدا بصراحه اثروا فيا جدا. كانت حاله عندها مرض وراثي عصبي، كان زي ضمور في العضلات، نوع من انواع الضمور، بس كان قوي جدا. كان الاب عنده المرض وعنده 4 اولاد صبيان، ومات 1 2 3، والثلاثه كانوا بيتابعوا معايا، ومعروف ان هم نهايتهم نهايه واحده، بيحصل ضمور في العضلات، بيحصل شلل رباعي، العيال بتيجي متشاله، وكل ما يموت واحد الاب والام يجوا لي، والاب كان بيتشال رخر، يعني الاب بيتشال والعيال كانوا بيجوا متشالين. مات ال4 اولاد، والاب يعتبر هو الوحيد اللي كان موجود، وتوفى الله حتى قريبا. هنا يعني الطب ما بيقدمش حاجه. صعب شخصت وعرفت، بس الامراض الوراثيه والامراض اللي فيها ضمور عضلات حتى الان امرها صعب جدا جدا. دي من الحالات المؤثره فينا يعني على المستوى الانساني والمستوى الطبي، بتساعد بقدر المستطاع، بس امر ربنا. الحالة التانية كانت حالة نفسية، كانت بنت عروسة صغيرة كده حوالي 15 سنة، كان عندها حاجة اسمها اضطراب وجداني ثنائي القطب، وكان عندها سمات شخصية حدية اللي هو بينية، بتبقى مضطربة البنت، بتبقى عصبية متغيرة الأفعال، شوية مزاج عالي أوي، شوية تحت أوي، اكتئابي، مندفعة، تحب التغيير، سابت البيت ومشي كذا مرة، وفلاحين تسيبه تهرب بالأسبوع والاتنين. غابت 3 شهور، أبوها وأمها كانوا بيجوا يوميا، كان ناس غلابة وناس ملتزمة جدا، وفقدوا الأمل خالص إنها ترجع. في الآخر سبحان الله الأب نزل اسكندرية، اول ما نزل على الكورنيش بيقول لي دعيت يا رب يا رب يا رب لو كانت عايشه اشوفها. بيقول لي والله ببص على الكورنيش لقيتها قدامي، يعني تحس ان هو خيال. نزل لها البنت قدامه، بس البنت طبعا كانت ياما عصبيه جدا، مش اول ما شافته راح ناحيتها ويحضنها، وبنتي ومش بنتي، قالت له انت مش ابويا، وقعدت تصوت في وسط الناس، الحقوني الحقوني الراجل ده هيأذيني. ستر ربنا كان معاه الروشتات بتاعتي حطيتها في جيبه، فالناس الجماعه اللي هيضربوه هيخطف البنت. كان موجود دكتوره قدرا كده شافت الروشتات، قالت لهم لا دي مريضه نفسيه، وجابها وجه. فدي من الحالات اللي يعني سبحان الله ان ربنا ردها ليه وخدت علاجها واتجوزت ما شاء الله دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. دي نهايه سعيده، دي نهايه حلوه غير النهايه اللي فاتت. طيب لو الواحد دلوقتي روح نام واستغرق في النوم كده وبدأ يشخر، هل بقى الشخير ده دليل على النوم العميق؟ والله السؤال ده مهم قوي. في ناس كتير بيقول لك ده بينام ويشخر، بينام ويشخر ده يعني استمتع، مرتاح البال بقى. بينام ويشخر ده ما شافش النوم. النوم دورتين، نوم خفيف ونوم ايه عميق. النوم العميق انت لو حصل اضطراب فيه بيحصل الشخير، يعني هو ما دخلش في دوره نوم عميق فبالتالي بيشخر. لما يشخر بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها obstructive sleep apnea، اللي هو الاختناق التنفسي اثناء النوم، نفسه اتخنق مش عارف ياخد نفسه، ابتدى يشخر، يصحى ينام يصحى ينام، وبالتالي ما بيخش في نوم عميق، ينام 6 7 ساعات ويشخر فيهم يقوم ولا اكنه نام. يعني اذا الشخير دليل على ايه؟ عدم وجود جوده للنوم وليس النوم الايه العميق. طب احنا بقى لو عايزين نوصل للديب سليب، عايزين نحقق جوده النوم، والله في ارشادات مهمه قوي للنوم الصحي. منها اهم حاجه ان احنا نبعد عن الموبايل والتاب والوسائل ديت 4 ساعات قبل النوم. يستحب ان احنا نثبت وقت للنوم ووقت اليقظه. مشكله ان احنا بنيجي على وقت النوم، عندي اي ظرف بسهر، عندي اي شغل بزود الوقت واجي من على حساب النوم. شرب حاجه دافيه قبل النوم، ممكن شويه مشي بسيط او رياضه خفيفه خالص. نحاول بقى نفك دماغنا شويه ونعزل دماغنا عن موضوع الافكار. بنيجي بالليل كل الافكار بتاع بكره الاوفر سينك يشتغل، والنهارده عملت ايه ويا ريتني ما عملت كذا وبكره هخطط لايه. لو ظبطنا الدنيا كده هننام نوم جيد ان شاء الله. عايز اسال حضرتك بقى شويه اسئله ليها علاقه بالتخصص التاني بقى، المخ والاعصاب. هل كل الم في الظهر له علاقه بالغضروف؟ السؤال ده مهم جدا. كل ما حد ظهره يوجعه بيشك في غضروف. لا، الام الظهر قد تكون التهاب عضلات، التهاب اوتار، او انزلاق غضروفي، او نسبه خشونه، او زي ما قلنا اللي هو الاكتئاب اللي جاي باوجاع بس. فاذا وجع الظهر في حد ذاته لا يشخص غضروف. طيب انا عندي الم في دراعي، الم في رجلي، مش في ظهري خالص، ده علامه لانزلاق او مشكله غضاريف اصلا؟ يعني دي حاجه منتشره. انا كان دراعي الشمال قبل كده واقف مثلا واكتشفت ان انا ما عنديش انزلاق غضروفي. هل ده علامه اصلا انزلاق ولا لا؟ مهم قوي. لو حد عنده الم في الايد هبتدي اشوف الالم ده فين. هل الالم ده بيبتدي هنا؟ يعني ده ممكن يكون خنقه عصب اوسط او الاختناق اللي احنا قلنا اللي هو النفق الرزغي. تمام. تاني حاجه لو الالم هنا ممكن يكون التهاب في وتر اسمه وتر تنس، اللي هو التنس البو، ده بيبقى موضوع اوتار متعلق بالعظام مش بالمخ والاعصاب. الالم موجود في الايد وبيسمع في الرقبه، ده مهم قوي، قد يكون انزلاق غضروفي. العينين بيحتاروا في دي، يجي يقول لي مثلا عندي الم في ايدي ومسمع في رقبتي، اقول له خلاص نعمل اشعه. بيقول لي انا رقبتي كويسه، نعمل اشعه، لا ده انزلاق غضروفي وخنق العصب. بيطلع من الرقبه حاجه اسمها جذور عصبيه اللي هو النيرف روت، دي بتنزل من الرقبه لغايه الصوابع، دي بتبقى مخنوق. هكذا الرجل، يجي يقول لي مثلا في وجع في رجلي من تحت، اقول له اعمل اشعه رنين على الظهر، يقول لي ظهري والله ما في حاجه، اقول له ما الالم اللي تحت ده عباره عن عصب طالع من ظهر رجلين، وفعلا بيطلع كده. يعني اذا ممكن نشخص غضروف بالام في الايد بس او الام في الرجل. الرجل تدي غضروف قطني والايد تدي غضروف عنقي. طيب هو برضو حاجه كده لافته نظري، الاكتئاب اللي بيجي باعراض ده
المفروض مين الشخص المناسب اللي يقدر يوصل او الطبيب المناسب اللي يقدر يوصل للتشخيص ده، اللي هيريفير للدكتور النفسي؟ هو الدكتور الباطنه لازم يبقى عنده خلفيه. للاسف بعض زمايلنا بتوع الباطنه يقول له بص بقى انا هديك شويه ادويه وفيتامينات كده بس بلاش تروح لدكتور نفسي. هو الكلام ده غلط طبعا، لان انا لو عندي اكتئاب مقنع يعني اذا عنده خلل في حاجه اسمها كيمياء المخ، عنده نقص في هرمون السيروتونين ما بيتظبطش الا بالدواء. فلازم الدكاتره نفسها يبقى عندها يعني اقتناع وعندها معرفه بالطب النفسي، وان الالام دي ليس الام عضويه بس بعد الفحص طبعا، ونحوله للدكتور النفسي. طب انا بقى لو عايز اعرف انا عندي مشكله في الغضاريف او تحديدا انزلاق غضروفي، ايه الاعراض اللي ممكن تصيبني؟ من اهم الاعراض ان الالم بيبتدي في الظهر ويبتدي يسمع بعد كده في الرجل، يجي يمشي رجله تنمل شويه، يبقى موجود شد عضلي، حركات الصلاه الركوع والسجود بقى فيها الام شويه، مع الستريننج مثلا المشي طلوع السلم كده تلاقي الالم شديد بيبقى في الظهر ويسمع في الرجلين، بيستمر معاه كتير وممكن يعيقه عن العمل او الشغل. طب الانزلاق الغضروفي له حل كلينيكال؟ هو طب امتى بنلجأ للجراحه بقى؟ هو احنا عندنا حوالي من 85 ل 90% من الغضاريف بتتعالج دوائيا وليس جراحيا. في عندي ريد فلاجز كده، يعني شويه علامات مهمه جدا ان لو في حاجه منها قبل ما تحصل نلحق العيان عشان يعمل عمليه. لو حصل سلس في البول، عدم تحكم في البول، حصل سقوط قدم حاجه اسمها فوت دروب، حصل ويستنج في المصل يعني عضله ضعفت عن عضله او خست عن عضله، فبالتالي الحق العيان قبل ما يوصل للثلاث نقط دول ويحتاج جراحه. طب انا لو عايز اتجنب اصلا ان انا يجيلي انزلاق، نقول التعليمات المهمه عشان نحافظ على ظهرنا ايه. من اهم التعليمات انا الوزن ينزل شويه، اخد بالي من الشيل والتوطيه، ما اثبتش في وضع فتره كبيره، لو قعدت اقف شويه، لو وقفت اقعد شويه، لازم اغير وضع من وقت لوقت، وحذر جدا اثناء شيل اي حاجه تقيله ان انا انزل برجلي واقوم برجلي مش بظهري. طب عايز اسال حضرتك على حاجه كمان، هو الصداع اللي بيجي لنا ده له انواع؟ هو الصداع انواعه كتير جدا. من اشهر انواع الصداع اللي هو الصداع النصفي، الصداع العنقودي او الحزمي، الصداع التوتري. الصداع التوتري طبعا ده مشهور كتير قوي. احنا كنا فاكرين الصداع ده بتاع البنادول والدنيا بتتلم. لا الصداع التوتري ده بيبقى منتشر بسبب الضغوط النفسيه. الانسان من اول يوم لاخره في ستريس، في شغل، في اوفر ثينكينج، في مشاكل، فده بيعمل له صداع اسمه الصداع التوتري. في صداع كمان اسمه صداع المسكنات، من كتر استعمال المسكنات يجي صداع. من كتر استعمال المسكنات؟ طبعا في ناس طول ما قاعده نوفالجين، بنادول، ايديهم في الادويه بتاع بروفينال، حافظين ادويه اكتر مننا. طب احنا عندنا اللي بيروح الدكتور عشان عنده صداع ده بيتدلع؟ لا، في عندي علامات مهمه جدا اروح بيها للدكتور. من اهم العلامات دي لو صداع جه في سن صغير او سن كبير، صداع مفاجئ مع ترجيع، مع الم في الرقبه والدراع، مع تشنجات او صرع، او مع سخونيه ما بتنزلش، لازم اتوجه لطبيب في الاوضاع دي. تمام جدا. انا عايز افهم حاجه، امتى نودي الواد لشيخ عشان ملبوس، وامتى نوديه لدكتور عشان احنا ممكن نوديه الشيخ ويخف ويقرا له قران؟ كويس، مهم قوي السؤال ده. فيه لبس جامد جدا عندنا في مصر كلها وفي المنوفيه بالخاص. اول ما حد يتعب من الاولاد يبتدي يسرح، يتكلم نفسه ويقعد يهلوس، يقول هو بودع الشيخ. يعني اسرع حاجه يودي للشيوخ، ما يوديش لدكاتره، وده طبعا كلام غلط. هو مش شيوخ، هم تراديشنال هيلر، هم المعالجين يعني، وللاسف في منهم ناس كتير ما عندهمش خلفيه عن حاجه خالص. اول ما يشوف اي العيل مثلا يبتدي يقول له ده عنده كذا وده ملبوس، ده ممكن يكون فصام، بيجي له هلاوس سمعيه وبصريه، قاعد يكلم نفسه وعمل قصص مع نفسه. حضرتك قابلك حاجات من دي كتير جدا، ويجي يقول لك انا المسيح الدجال وانا المهدي المنتظر وانا اللي هعمل ايه وانا بكلم ربنا عز وجل، وانا دي كلها ضلالات، دي كلها هلاوس سمعيه. الحالات دي بترجع يا دكتور؟ بتاخد علاج، ومنها بتاخد جلسات، ومنها مدخلها مستشفى، بتحسنه جدا جدا جدا. تمام، بس هي المشكله الثقافه عندنا قليله. اول ما حد يبتدي يكلم نفسه يهلوس، هوب ده الواد ملبوس، ده عفريت، اصلها دخلت الحمام. الكلام ده طبعا ملوش اي اساس، ده مرض نفسي وده خلل كيميائي في الموصلات العصبيه بتاع المخ. واول ما بياخد ادويه بالظبط الحالات ما بتستجيبش من داخل المستشفى، ما بتستجيبش، بنعمل جلسات تعديل ايقاع المخ اللي هي جلسات الكهرباء، وبتحسن جدا العيان طبعا. طب احنا وصلنا بالعيان ان هو دخل العياده وخد السيشن بتاعته وبدا ياخد الجيتا، وقام عطلان وواقف قال لك انا مش عايز اخد ادويه نفسيه عشان دي خطر على صحتي. مهم قوي الثقافه، يعني الايقاع الكيميائي ده دي ثقافه منتشره جدا يعني. ناس كتير تقعد وبعد ما تخلص بس انا مش هاخد دواء. طب انت جاي قالوا لي ان الحاجات دي بتعمل، انا جاي بس اسمع الكلمتين. تسمع الكلمتين ايه؟ فدي للاسف ناس مثقفه جدا، ومنهم للاسف زمايلنا اطباء وناس طبعا مستواهم عالي جدا، يقول لك لا الولد ده انا اكلمه نعمل له جلسات نفسيه، نقعد فعلا الحالات البسيطه والمتوسطه ممكن تعمل لها جلسات علاج نفسي اللي احنا قلنا عليه السلوكي، اللي هو السلوكي المعرفي او السلوكي الجدلي. ولكن حته الفوبيا من الدواء دي عامله مشكله كبيره. الام والاب خايفين الدواء فيه تعود، الدواء فيه ادمان، ما فيش الكلام ده خالص. لازم ننبه على النقطه دي. نشرات الدواء الناس
مدمنه تفتح النشره تقراها، تخش على جوجل. الشركات بتامن نفسها تحط اسوأ الاعراض الجانبيه. لو في سايد افكت نص في المية 1% بيكتبوه. بعض الادويه مكتوب فيها هذا العلاج قد يؤدي الى وفاه. يا نهار ابيض، باخد علاج يموت، ما انا كده كده هموت. فدواء ايه الكلام ده يا جماعه؟ عشان لما حد يقضيهم في الدول الاجنبيه مش عندنا خالص. وفي حاجات منها موجوده مش موجوده. بعض الادويه موجود جوه النشره هذا العلاج يؤدي الى زياده الوزن او نقصان الوزن. طب ازاي انت بتعمل ايه؟ لو قال انا قايل، لو زاد انا قايل، هو بيأمن نفسه. فالكلام ده مش صحيح خالص. الناس لازم ما تقلقش من الدواء النفسي. الدواء النفسي زيه زي اي علاج، واهم من اي علاج، لان الدواء النفسي عندي بيساوي كواليتي اوف لايف. يعني العين ممكن يتوجع يستحمل، لكن نفسيته تكتئب مش هيكمل، مش هيعيش. الاكتئاب اصعب من امراض العدوى كتير. الاكتئاب زيه زي السكر والضغط، بالعكس ده يعالج. نفسيتك حلوه، عندك جلطه تتحسن. عندك جلطه مكتئب لا، ممكن عنده كانسر ونفسيته حلوه يتحسن. انا صراحه مش عايزك تروح، ده شرف. احنا عايزين نمسك فيك والله. ربنا يبارك فيك. قبل ما اختم، انا يعني احنا في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها عموما في البلد، احنا عايشين بنعاني من حاجات كتير، ضغوطات كتير. عايز وصفه نفسيه عشان نقدر نعافر في حياتنا اليوميه، انا وغيري من الكبير والصغير. اولا هوجه لنفسي الاجابه قبل ما اوجهها ليك ولا للناس كلها. اول حاجه لازم نعرف ان الدنيا دي دار ابتلاء، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الثاني فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول حاجة لازم نتوكل على الله، لازم نتوكل على الله حق توكله، يعني نسيب امورنا لله وربنا هيكتب لنا الخير باذن الله. تاني حاجه لازم نحتسب النيه في كل اللي بنعمله. يعني انت بتخرج من بيتك عاوز تجيب شغل، عاوز تجيب رزق، عاوز تجيب، تحتسب النيه في كل حاجه. جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكه يشكاه المؤمن لو فيها قشر. حتى الشوكه، ما بالك بقى بالابتلاءات اللي احنا فيها. تالت حاجه لازم ناخد من الاسباب. انت هتمشي على الطريق مش لازم توصل للنهايه، انا هاخد بالاسباب وهمشي في الطريق، مش شرط اوصل بس انا ماشي صح وبعافر وعندي طول بال وعندي صبر، ولو وقعت لازم اقوم، لان هي الدنيا كده. لقد خلقنا الانسان في كبد، عناء مستمر. ليها 3 تفسيرات، منهم العناء في الدنيا، في الآخرة هي الراحة. بعد كده لازم يبقى لي ستايل حياة مفضل شوية. أنا في ستريس على طول، يبقى لي وقت رياضة يوم الجمعة، شوية مشي مهمة أوي الرياضة. لو في تدخين أبعد عنه. لو أكل صحي هيفرق معايا كتير جدا. لو أنا وزني أوفر ويت أبتدي أعمل الوزن. طب أنا ههتم بنفسي في وسط الاسترس ده كله؟ مجرد ما أهتم بنفسي وشكلي النفسية بتتحسن. الموصلات العصبية كلها، نعيش حياة تعتبر حياة متكاملة. أكل كويس، شوية رياضة، الجزء الديني، القرب من ربنا، الصلاة، الأذكار، كل ده هيخليني أعدي الأزمة دي. برضو مهم عندي إن أنا ما اتعودش النعم. كل نعمة عندي لازم أحمد ربنا عليها. عندي أولاد أحمد ربنا، ياما غيري ما عندوش أولاد. عندي أب، عندي أم، عندي وظيفة، عندي مهنة، عندي عربية، عندي عجلة، كل دي نعم. مشكلتنا تعود أو ائتلاف النعم. اللي بيتعود النعم بتزول من قدامه. فلازم نحمد ربنا على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تاني حاجة لازم الخلطة بالناس، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم أفضل من ألا تخالط الناس. يعني ما اعزلش نفسي، ما اقعدش لوحدي، لا أحتك في وسط الناس. ياما الاقي ناس ظروفهم أصعب مني كتير وبيحمدوا ربنا ومبسوطين وماشيين. كل ما أشوف العناصر دي والناس دي هلاقي نفسي أقوى، وأقدر إن أنا أكمل، وأقدر إن أنا أنجح بإذن الله. الحلقة دي فيها طاقة جميلة، جميلة، وربنا يبارك فيكم. والله شرفتنا يا دكتور، واحنا سعداء بشوية الوقت القيم اللي احنا قضيناه معاك. وانا سعيد بوجودي معاك والله. شكرا لحضرتك يا دكتور، ما تحرمش. شكرا. كنا معاكم بحلقة جديدة من بودكاست في العيادة. استنونا في الحلقات اللي جاية، وهيكون عندنا طاقة أعلى لحلقات أجمل إن شاء الله.